جماعه البهز بيه كتروا قوي والله العظيم. طبعا معظمنا عارف البهز بيه اللي كان هو جميل راتب في فيلم الكيف. ففي مجموعه بيطلعوا في الاعلام، المجموعه دي تبع جماعه البهز بيه، بيبيعوا مخدرات اللي بيسمعوها. طبعا ما اقصدش مخدرات، اقصد مخدرات كلاميه. اللي للاسف الجماعه دولت جماعه زملكاويه عاملين نفسهم محللين ومش عارف معلقين وحاجات كبيره كده، وهم للاسف الشديد زي ما بقول لكم بيبيعوا مخدرات للي بيسمعوها، وللاسف الشديد اللي بيسمعوهم بيشتروا منهم ومتكيفين بالكلام. من ضمن المجموعه ديت الاخ الكبير، يعني كبير في المجموعه، اسلام عبد الشافي. الاخ اسلام عبد الشافي ده كان في حوار مع مذيعه كده، فبيقول لها ان منتخب مصر كان ناقصه في التشكيل بتاعه الكابتن الكبير، وقال على طول كده بدون تردد على طول شيكابالا. ويا سلام بقى، خدنا كده ورجعنا للذكريات الجميله سنه 2010، وقال ان شيكابالا ما نقدرش ننساه في الجون اللي جابه في غانا سنه 2010، وكان جايبه في وقت عصيب. طبعا فعلا شيكابالا كان مبدع، وخدنا فعلا لوقت رهيب. يعني فين الابداع بتاع شيكابالا؟ ما تفهمش. طب فين الوقت العصيب؟ برضه ما تفهمش. الابداع بتاع شيكابالا ده طبعا ده مش تقليل من شيكابالا، بس انا بتكلم عن ابداعه. فين الابداع؟ هو ما فيش حد بيشوفه الا الزملكاويه بس، وجماعه البهز دي دول بس اللي بيشوفوا ابداع شيكابالا. شيكابالا لعيب كبير جدا وموهوب، وفي رايي من اكتر الناس الموهوبه في تاريخ مصر كلها، بس هو فين ابداعك؟ مالوش. فين اثرك يا عم الحاج؟ ما فيش. المهم المذيعه العبقريه بقى ترد عليه تقول له بس انت كده بتكلمنا من 14 سنه فاتت. 14 سنه يعني وقت كتير قوي، احنا عاوزين حاجه النهارده. شوف بقى المذاعه المذاكره الناصحه بقى حسبت احنا دلوقتي في 2024، وهو التاني كان بيتكلم اسمه اسلام ده بيتكلم عن 2004 و2010، يعني فات 14 سنه فعلا، مده طويله جدا. ادي لك مفاجاتين. اول مفاجاه ان شيكابالا ما جابش جون اصلا في غانا سنه 2010 اساسا. ايه رايك؟ ما تقول لي ما انا بقول كده ليه؟ ما انا قلت لك من جماعه البهز بيه بيبيع مخدرات اللي بيسمعوه. تاخد بالانكت والله العظيم زي ما بقول لك كده. شيكابالا اساسا ما لعبش ماتش مصر مع غانا سنه 2010، ما لعبش اساسا يا عم. والله العظيم دولت جماعه البهز بيه دولت كتروا قوي، وللاسف الشديد هم كتروا وموجودين. ليه؟ لان لاقيين اللي بيشتري منهم. يا زملكاويه يا اللي بتفهموا، سيبكم اللي ما بيفهموش، وسيبكم اللي عاوزين يعيشوا في ان على طول في حته المظلوميه وان في تآمر عليهم. خليكم كويسين واضغطوا على مجلس الاداره عشان يعملوك فرقه كويسه، عشان تنافسوا، عشان ترجعوا تاني الزمالك اللي كانت قبل 20 او 25 سنه. الزمالك الفرقه اللي بتنافس الاهلي. نرجع تاني لحاجه اسمها قطب. انما مش تقعد تقول له احنا القطب والنادي الملكي. ملكي ايه وكلام فاضي ايه يا عم؟ فين الكلام ده؟ ده انتوا عندكم المعلقين بتاعكم والمشجعين بتاعكم اللي عاملين نفسهم فهيمه وبيطلعوا يوضحوا لكم ويشرحوا لكم، مش عارفين حاجه خالص. بيقول لك شيكابالا جاب جون وهو اساسا لا جاب جون ولا كان لعب الماتش اساسا كله على بعضه. يا عم حرام عليك، ما تبيعش بقى مخدرات للي بيسمعوك يا بهز بيه. جماعه البهز بيه قاعدين يكتروا شويه بشويه، يعني نتمنى ان الاعلام ينظفهم، بس للاسف الاعلام كله عباره عن بهز بيه. السلام عليكم.